السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مرحبا بكم في قناة تفسير احلام مع رؤيا. ربي يسعدكم ويكرمكم ويجعل ليكم صلاح حال وتيسير امور من عند الله سبحانه وتعالى. اللي اول مرة بيشوف قناتي يا ريت يدعمنا باللايك والاشتراك الجميل. حبايب قلبي بحبكم يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا. تحياتي ليكم من كل مكان في العالم، بحييكم. ربنا يحفظكم ويكرمكم يبعد عنكم كل شر، اللهم امين. ده فيديو كده ريفي جميل، حبيت ان اصوره ليكم من فوق، وبعدين بنزل معاكم في الزراعه اوريكم اشجار الكمثرى والتين والخضروات. يلا حط اللايك ويلا بينا. طبعا انا نزلت تحت كده اهوت عشان اكمل لكم الفيديو، بس في شمس صح. هوريكم بقى شجره الكمثرى دي وشجره التين، اوريكم بقى الخضروات. ربنا يكرمكم يا رب ويجعل ليكم صلاح حال وتيسير امور من عند الله سبحانه وتعالى. شايفين بقى شجره الكمثرى الجميله دي؟ عايزه اقول لكم انا زرع الشجره دي السنه اللي فاتت. الناس اللي تحب تزرع وشايفه ان الثمار دي بتاخد وقت، لا ما بتاخدش وقت خالص. انا زرع الشجره دي السنه اللي فاتت. بصوا شايفين ما شاء الله فيها ثمار، وسنه ما جبتها ايضا كان فيها الثمر، بس ما كانش يعني بالجوده دي. شايفين ما شاء الله، اللهم بارك يا رب العالمين. ودي شجره التين، دي شجره الكمثرى. وهنا هوريكم، بصوا ده البيت اهو، شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. انا شقتي اللي في الدور التاني دي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. دي شجره التين معانا بقى، بصوا بقى بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. انا عملت لكم قبل كده فيديو وانا بقطف تينايه كان فيها تين. على فكره مش بتطلع الانتاج بتاعها كل مره واحده، لا هي بتجيب الانتاج على مراحل. يلا اوريكم الليمون واوريكم باقي الاشجار. دي الذره، وده بصوا ده نبات الرجله. طبعا انتوا عارفين فوائد الرجله ايه، وان شاء الله هنتكلم فيها في فيديو كده لوحدها. الرجله هنتكلم فيها فيديو لوحدها. شايفين دي شجره كمثرى تانية، كنت جايبه الجوافه والكمثرى والليمون مع بعض. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. دي ايضا كمثريه. بص هو الثمر بتاعها جوه الشجره. بصوا شايفين الثمار جوه الشجره نفسيها. ثمار الكمثرى متداريه جوه الشجره نفسها، بس هي الميزه انها خضره. شايفين ما شاء الله تبارك الرحمن. وهنا بقى ريحه طيبه، شجرة الجوافة. طبعا انتوا عارفين ان الجوافة ريحتها ما شاء الله ما شاء الله من اجمل الفواكه، اللي هي يعني ريحتها غلابة كده، تحسي انك لو دخلتي بيت فيه جوافاية واحدة بس تشمي ريحة فاكهة. ممكن يكون التصوير هنا ضلمة، نصور هنا كده في الضوء ده. شجرة فيها جوافة وشجرة ما فيهاش. بصي الشجر بيبدل بعضه على فكرة، يعني طول السنة في جوافة، طول السنة في جوافة. طبعا في جوافه دلوقتي في السوق، دي لسه هتستوي، وكان في الشتاء والله كان فيها جوافه. انا كل ثمره بقطعها بعمل عليها فيديو على فكره، بجيبها واعمل عليها فيديو. هنا عندي شجره ليمون. شجره ليمون فين هي؟ شجره الليمون اهي. شجره ليمون جميله جدا جدا برضو. طول السنه فيها ليمون والله العظيم، طول السنه وهي فيها ليمون كده. الليمون شفاء طبعا، محدش يقدر يستغنى عن الليمون انه يكون موجود في البيت او موجود عنده في التلاجة. الليمون لازم يكون موجود في كل بيت، في كل حاجة ست البيت بتحتاج الليمون. مش عارفة، بصوا مش عارفة بقى الضوء باين ولا ايه، هي الدنيا ممكن تكون ضلمة، بس ده ليمون اهو شايفينه. يلا ده عيش يمام ما شاء الله، لسه فيه يمام صغير. دي بقى المكان الاخضر كله على بعضه كده. قلت اخدكم جوله كده في الارض، يا رب تكون الجوله عجبتكم، اللهم امين. على فكره انا مش بنزل الارض غير كل فين وفين ما شاء الله يعني. تحياتي لكل حبايبي من كل مكان في العالم. مش هسمي اسم دوله معينه، هسمي كذا دوله بقى وانتوا ايه. بس انا بحيي العالم، بحيي العالم كله. معايا العراق، معايا الكويت، معايا السعودية، معايا الإمارات وقطر والبحرين. تحياتي لكل اخواتي في كل دول الخليج وفي كل دول العالم. ما ننساش أهل الجزائر وأهل المغرب الطيبين وأهل ليبيا
والاردن. كلكم حبايب قلبي، كلكم، كل الدول، تحياتي ليكم. ربنا يحفظكم ويكرمكم يا رب ويبعد عنكم كل شر، اللهم امين يا رب العالمين. ايه رايكم؟ يا رب كده الفيديو نال اعجابكم. اللي موجود معايا لعند دلوقتي يا ريت يضغط اللايك يا شباب، اضغطوا اللايك عشان قناه رؤية كده تكبر تتفاعل. ربنا يحفظكم ويكرمكم يا رب ويجعل ليكم تحقيق اماني، اللهم امين يا رب العالمين. مش عايزين نبعد عن البيت كتير. ربنا يحفظكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسعدكم ويجعل لكم صلاح حلو وتيسير امور من عند الله سبحانه وتعالى. بنطلع كده من على الايه المشايه دي كده. دي الارض اللي كان فيها الفراوله. احنا كنا زارعين هنا كده الفراوله وانتوا كنتوا معانا، والفلفل اهو موجود. شفتوا الفلفل؟ ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله. ده فلفل اهو، شايفين جميل قد ايه. على فكره انا هاخد الفلفل ده بالمره وانا تحت كده. شايفين الفلفل الاخضر عامل ازاي؟ جميل جدا. يلا بينا نروح عند ايه الاشجار التانية. على فكره في مكان واسع هناك، في ارض بطيخ، كنت عاوزه اصورها لكم بس مش عارفه هقدر اوصل ولا ايه. افتكرش ان انا اقدر اوصل. نحاول مع بعض نروح عند ارض البطيخ. ربنا يسعدكم يا رب ويكرمكم. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله اللهم بارك. ايه رايكم؟ بصوا شايفين نظام الزرع كده، شكله جميل، شكله مفرح، شكله كده مهدي للاعصاب. شايفين ده كده مع الشمس بقى. مش عاوزه اطول عليكم الفيديو. دي مكنه الري، دي شجره توت احنا مش ذكرناها. دي شجره توت كان فيها توت طويل كده ولونه بني جميل جدا. شايفين شجره توت. ودي شجره ليمون تانية بس اصغر من اللي هي في الاول، مع ان الاتنين مزروعين مع بعض بس التانية تربتها افضل. ف ما شاء الله يعني كويسه ماشيه على طول. طبعا انتوا شايفين الليمونه اللي معانا دي، استنى هجيبها ورا. دي الليمونه اهي، انا جبتها وقفت الكاميرا بس على ما اقطعها. دي ليمونه، شايفين جميله ازاي؟ كلها ميه طريه جدا، ما شاء الله اللهم بارك، ما شاء الله تبارك الرحمن. بالله عليكم اللي معانا في الفيديو اللي عندي دلوقتي يصلي على الحبيب المصطفى ويحط اللايك. وهنا في احتفال، ضرب صواريخ، ضرب نار، احتفالات بس ما اعرفش احتفالات ايه، اكيد حفلة خطوبة او حاجة. رجعنا تاني عند الكمثرى. شايفين دي الكمثرى اللي انا بصورها لكم وانا فوق في البيت. شايفين؟ ربنا يسعدكم ويكرمكم يا رب ويرزقكم رحلة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. يلا من هنا بقى كان نهاية الفيديو بتاعنا. يا رب الفيديو كده ينال إعجابكم. ربنا يحفظكم ويكرمكم يا رب ويبعد عنكم كل شر، اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يسعدكم ويسعد أمانيكم وأيامكم وحياتكم كلها يا رب. يلا اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.